في كذا حد سألني بيقول لي انت بتشتغل ايه، ففي الفيديو ده انا هجاوبكم على السؤال ده. في البداية احنا هنا في الكوز عندنا شوتينج، والمكان ده عبارة كله عن استوديوهات تصوير وكافي شوب، وده المكان اللي احنا موجودين فيه النهاردة اسمه كافا ستوديوز. خلينا اوريكم الاجواء. دلوقتي بعمل تشيك على السيت اب وبشوف شكل الاضاءة والشخص اللي هيكون هنا هيكون عامل ازاي. المفروض كده ان انا ظبطت الاضاءة من الكاميرا بحيث ان الشخص اللي قاعد هنا يكون باك جراوند دي فيها لايت. خلينا اوريكم، ده اسمه باك لايت، والمفروض ان انا اغير الالوان. عايز اقول لكم المكان بجد روش قوي. بص كل البانرز اللي عندهم. اظن كده انتوا عرفتوا انا شغال ايه. انا شغال مصور فيديو. في ناس بتشتغل الاتنين، يعني في ناس بتكون مصور صور ومصور فيديو، بس انا بشتغل مصور فيديو بس. ده تخصصي، وانا تقريبا بقالي 6 سنين بعمل الموضوع ده. ودي اكتر حاجة بحب اعملها في يومي، واكتر حاجة بتسليني. يعني زي ما انتوا شايفين انا صحيت الصبح حرفيا مبهدل، مظبطتش شعري، مظبطتش اي حاجة لاني كنت متأخر. انا دلوقتي خلصت وبظبط بقى الشنط وبرجع الحاجة مكانها. فمعظم ايامي بتكون كده، بتكون تبدأ الصبح بدري التصوير، وبعدين بخلص مثلا زي دلوقتي الساعة 4، ويبقى قدامي اليوم طويل. بصراحة شغل بحبه جدا، بيديني وقت اعمل اي حاجة، بيكون في كرياتيفيتي ان انا مثلا بصور حاجات كتير او بكون موجود في اماكن كتيرة. شايفها الصراحة من اروش الشغلانات اللي موجودة دلوقتي، عشان معايا كل الايكوبمنتس، الكاميرا واللايتس وكل حاجة، فكنت تقيلة ان انا اشيلها وانا راكن بره. فطلعت اجيب العربية وبعدين ادخل اخد الحاجة دي. بقى من عيوب من عيوب الشغل الوزن بقى، دايما بتشيلوا اوزان تقيلة، دايما بيكون معاكم حاجات كتيرة، فايه لازم يكون في عضلات. عايز اوريكم ده اسم المكان اللي انا بصور فيه. بصراحة مش عارف اسمه ايه، او حتى لو هيجي اسمه هنا مش عارف. المهم استوديو بقى، ندخل كده ستريت شمال في يمين. عايز اوريكم كمية الحاجات اللي جوه اللي انا المفروض اشيلها. بصوا كل الحاجات دي. فخلينا نبدأ الاول بالشنطة اللي ورا. عضلات، لازم عضلات بجد. يعني نفسي بقى في يوم من الايام ارتب الشنطة دي، ان هي زحمة من كتر الحاجات اللي فيها. نعمل كده حرفيا فيها كل حاجة، حاجات للعربية، حاجات للتصوير، لبس، كل حاجة موجودة. انا بشتغل تقريبا من وانا في الجامعة. يعني اول سنة في الجامعة كنت بس بتفرج على فيديوز وبتعلم نظري، يعني ممكن افتح توتوريالز، ما كانش وقتها عندي لابتوب ولا اي حاجه. كنت وقتها بفتح توتوريالز واتعلم بس اديتنج ازاي، سيتنج الكاميرا. بعدها اشتغلت مع واحد صاحبي كان هو بيشتغل على ويب سايت فريلانسر، لا الويب سايتس الاونلاين زي فريلانسر واب وورك. فهو كان بيشتغل، انا بشتغل معاه بس على الاجهزه بتاعته، لحد ما جمعت فلوس واشتريت وقتها كاميرا صغيرة، كانت كانون G7X. كان وقتها الأسعار يعني رايقة، كانت تقريبا الكاميرا دي ب7000 جنيه. واشتريت برضو لابتوب، واللابتوب ما كانش غالي، وكان لابتوب متواضع. يعني كان لابتوب HP كور اي 3. وبعدين حتى بعد 6 شهور او حاجة عدلته، زودت الرامات، سوري كان رامات مش عارف 8، زودتهم خليتهم 16، وغيرت الهارد الاس اس دي 2 تيرا من سامسونج. يعني عدلته بعدين، بس وقتها كان يعني بطيء شوية، اكسبورت كان ضعيف جدا، ممكن يقعد ساعة على فيديو مثلا
لو في تعديلات او في حاجه، او كنت بنزل على اليوتيوب فلو في كوبي رايت على الميوزك فبقعد اراجع اعمل الفيديو من الاول تاني، فكان بياخد وقت كتير جدا. ولكن كنت عادي يعني متعايش معاه، كان هو ده امكانياتي وقتها، ده اللي اقدر اجيبه. كان نفسي طبعا في ماك بوك، وكنت دايما حتى اي توتوريال بتفرج عليه كان بيكون في ماك بوك، وكان نفسي ان انا اشتريه، بس وقتها ما كانش امكانياتي تسمح ان انا اشتري ماك بوك. يعني في ماك بوكس رخيصه بس هي امكانياتها بتبقى ضعيفه، فبالنسبه لي ده كان امكانياته اعلى من ماك بوك مثلا قديم ضعيف، فبدات بيه ان انا اشتغل اديتنج. والكاميرا اللي انا جبتها اللي هي الكانون دي بدات ان انا اصور بيها، وبعدين قعدت اعمل ابجريد. انا غيرت الكاميرا تقريبا 6 أو 7 مرات في حياتي. يعني بشتري كاميرا بتقعد معايا ممكن 6 شهور او سنه، وبعدين ابيعها واكمل عليها واغيرها. وساعات لو الكاميرا ما كانتش بتتباع كنت بديها لحد من صحابي، او ابيعها بسعر قليل جدا. يعني عادي، كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا بس ما يبقاش معايا كاميرتين في نفس الوقت، عشان ايه؟ ما اتلخبطش. انا دلوقتي حاليا تقريبا معايا 3 أو 4 كاميرات، وفي كاميرا جديده عايز اجيبها اللي هي الكاميرا الاكشن، مش عارف دي هجيبها ولا لا بصراحه. بس هي الفكره ان بدات عادي على قد يعني. وبس لو عايزين فيديو تاني اقول لكم فيه ازاي بدات، وازاي مثلا وصلت بقى لكلاينتس، وازاي اتعرفت على ناس في التصوير، وايه اللي كان بيحصل لي، يعني اقول لكم بقى بالتدريج الحياه بدات ازاي، ممكن اعمل لكم فيديو تاني عن الموضوع ده. وبس والله ده كان كل حاجه، لان كل الناس اللي بتسالني انت بتشتغل ايه، انت بتشتغل ايه، بيسالوني على الانستجرام، فدي الاجابه. انا بشتغل مصور فيديو، وبشتغل كونتنت كرييتور. بشتغل لنفسي، يعني بعمل كونتنت عندي يعني بشتغل بعمل كونتنت لنفسي، او بعمل كونتنت لكلاينتس. وبس والله ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة. اشوفكم بكرة ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وسلام.